تخيل معايا اول ما تفتح الازازة وتدي رشة تحس بريحة كيكة برتقان لسه طالعة من الفرن سخنة، وفي نفس الوقت في لمسة غامضة وسبايسي بتخلي العطر ده مش مجرد حاجة مسكرة وخلاص، لا دي حاجة مركبة بفخامة. النهاردة هنتكلم عن واحد من اشهر العطور الجورماند، عطر ليرا من كازا موراتي. السلام عليكم لعشاق العطور، عاملين ايه؟ ازيكم؟ النهارده جايلكم بفيديو خاص جدا لعشاق العطور الجورماند ومراجعه لعطر ناس كتير جدا اتكلمت عنه. العطر ده من دار زيرجوف ونزل السوق سنه 2011 على ايد العطار الشهير كريس موريس. خليكم معايا بقى عشان نفصص العطر ده وحته حته، ولو اول مره معانا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش كل جديد عن أجمل وأغرب عطور نيش. تعالوا بقى نتكلم عن النوتات العطر. في الافتتاحية العطر فيه برتقان أحمر، برغموت ولافندر، وفي قلب العطر قرفة، عرق سوس وياسمين، وفي قاعدة العطر فانيليا، كراميل ومسك أبيض. والمزيج ده أول ما تسمعه تحس إنه أكلة حلوة ولذيذة معمولة في محل حلواني ديزرت فخم جدا، حاجة دافية مسكرة وفيها لمسة سبايسي كده بتعمل توازن للخليط كله. تعالوا بقى نرش عطر ليرا من كازا موراتي. فأول رشة كده بتديك انفجار من البرتقان الأحمر مع البرغموت، ريحة منعشة جدا، بس الانتعاش ده مش هيطول معاك خالص، على طول بتطلع لك ريحة القرفة مع العرق سوس، وده اللي بيبين لبعض الناس أول ما يشموا الريحة دي إن ده عطر كيكة برتقان بالفانيليا. اللافندر موجود طبعا في الخلف كده بتحس بيه، بيدي العطر بيخليه ما يبقاش سويت زيادة عن اللزوم، وبيديه طابع كده ذكوري شوية، بس فعلا العطر ريحته حاجة تتاكل، حاجة لذيذة جدا، كأنك داخل كده محل إيطالي في البيستريز، الكيكة والتارتس الليمون دريزل، الكيكة الليمونية أو الليمون مارانج باي، انا نسيت اسمها بالعربي، هبقى اكتبها لكم على الشاشة. يعني ريحة لذيذة جدا. وبعد كده تقريبا نص ساعة تبدأ بقى السحر الحقيقي للعطر. قاعدة العطر بقى تطلع وتظهر لك الفانيليا مع الكراميل، وبيدوا بقى احساس دافي كده كريمي ناعم جدا، والمسك بيدي لمسة نظيفة وناعمة بيخلي العطر ما يبقاش خانق. واخيرا بقى الدراي داون بيبقى مزيج بين الكراميل ناعم وفانيليا بودرية. بالنسبة بقى لأداء العطر، عطر ليرا معروف جدا انه من اكتر العطور الجورماند، العطور اللي دايما من النوعية دي صراحة ما بتطولش خالص، يعني حسب تجربتي الشخصية، بس العطر ده معروف عنه ثبات ممتاز، فعلى جسمي بيقعد بالكتير 6-7 ساعات مش اكتر. بعد كده بقى بتحس العطر بقى خفيف جدا، وطبعا على الملابس هيقعد اكتر. انتشار العطر بقى متوسط في اول ساعتين، وبعد كده هيبدأ يهدى ويقرب من الجلد. يعني العطر ده انتشاره مش وحش، مش نووي، مش هيملى الأوضة يعني، بس لو اي حد قرب منك هيشم ريحة ساحرة جدا. فرأيي ان العطر ده عشان السكريات، الحلويات اللي فيه، في رأيي مش مناسب لفصل الصيف. انا ما بحبش العطور الجورماند في فصل الصيف، احس ان هي السويتنس، الحلاوة دي بتخنقني صراحة. فهو عطر مناسب للشتاء طبعا والخريف، وكمان يمكن ليالي الربيع. فهو عطر مناسب للخروج بالليل عامة، السهرات، الخروجات الرومانسية، خارج مع المدام، خارج مع خطيبتك، مناسب جدا للأجواء دي. وكمان العطر ده بما انه عطر فيه نوتات
سويت كتيرة جدا، وفي رأيي ان هو مائل للأنوثة. مش عارف انا، هم عاملين له تسويق انه عطر محايد، عطر يونيسكس، بس ينفع يبقى سيجنتشر سنت، توقيع شخصي للنساء طبعا، وفي الشتاء في المواسم اللي قلنا عليها. ولكن لو راجل هيستخدم عطر زي ده، اقول مثلا مناسبات فقط، لان بحسه فعلا عطر هو بيخطف قلوب الناس. فخلاصة الكلام، عطر فيه توازن عبقري بين الحلاوة والتوابل، يعني مفيش حاجة طاغية على التانية. عطر سموث جدا، فالناس اللي ما بتحبش العطور اللي هي السويت المسكرة الجورماند، ده عطر مش مناسب ليهم خالص. فلو انت من عشاق عطر كيليان لاف دون بي شاي، او عطر ايتاليكا برضو من دار كازاموراتي، او عطر هيبنوتيك بويزن من ديور، عطر زي ده هيعجبك جدا. فلو انت من عشاق العطور اللي من النوعية دي، ده هيبقى إضافة مناسبة وحلوة جدا في الكولكشن بتاعك. ودي كانت مراجعة لعطر ليرا من كازاموراتي. قولولي بقى في التعليقات ايه أكتر عطر جورماند حابينه، وهل جربتوا عطر ليرا قبل كده ولا لأ؟ وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وفعل الجرس، واستنى الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.